هناك لحظة تقفين فيها أمام المرآة لا لتعدلي ملامحك، بل لتسألي نفسك بصوت خافت: من أنا؟ وكيف يراني الله؟ في زحمة الأصوات التي تخبرك كيف يجب أن تكوني، كيف تتكلمين، كيف تلبسين، وكيف تظهرين، ربما نسيت وسط كل ذلك أن تصغي لصوتك الحقيقي، بل ربما خفت صوته أصلاً، وتقولين في نفسك: تعبت من التناقض، من التشتت، ومن المحاولات. لكن ماذا لو عدنا إلى الأصل، إلى كلام الله، إلى الوحي، وسألنا ببساطة: ماذا قال الله عن المرأة، عنك أنت بالتحديد؟ كيف وصف قلبك، حياءك، ضعفك وثباتك؟ في هذا البودكاست من وحيها لن نضع إجابات جاهزة، بل نحاول أن نصغي، أن نقرأ قصص النساء كما عرضها القرآن، لا كحكايات قديمة، بل كرسائل حية موجهة إلى قلبك الآن. سنسير مع مريم لا كأم لعيسى فقط، بل كأنثى اصطفاها الله. نقترب من أم موسى وهي تقذف رضيعها في اليم وقلبها بين الخوف والرجاء. نطل على امرأة فرعون وسط القسر والجبروت، لكن عيناها على الجنة. ونسأل مثلا: هل السكينة ضعف؟ هل الحياء عبء؟ هل في القرآن ما يشبهني ويشبهك؟ من وحيها ليست حصة شرعية، وليست مساحة وعظ، بل لحظة هادئة نرجع فيها إلى الأصل، نصغي لعلنا نبصر. أنا رانيا، وهذه هي الحلقة التمهيدية. مرحبا بك في بودكاست من وحيها، حيث لا نعيد تعريف المرأة، بل نعيد الإنصات لما قاله الله عنها.